قولي ليه ما تفطرش فطار زي ده في منظر زي ده وباسعار تقدر عليها؟ ليه ما تشوفش المناظر دي بدل ما تدفع دم قلبك في موبايل جديد تقعد تتفشخر بيه قدام الناس، لما ممكن تصرف الفلوس دي وتتفسح وتغذي روحك وعقلك وتعمل ريستارت وتستحمل بيهم نكد مديرك في الشغل؟ ليه ما تعملش تش وتنط في الميه زي البنت دي؟ ميه فيروزيه جهنميه لولبيه. في الفيديو ده هتشوف فيه تركيا اللي محدش وريها لك قبل كده. انسى بقى اسطنبول اللي اتنحتت في كل الفيديوهات، وبص على الحلاوه والجمال والدلال والجبال والاكل الحلال والسكه الشمال والقطط الصغار والحمام الزجال والبحر والخضار. هنبدأ من مطار اسطنبول لحد ما نوصل لفتحية الخرافية، هنعدي بقى على بورصة وإزمير ومرمريس لحد ما نوصل فتحية ونستقر هناك. اول حاجه هتحجز على مطار صبيحه او مطار اسطنبول، بس عاده مطار صبيحه بيكون ارخص من مطار اسطنبول. اهم حاجه تعرف ان وانت في تركيا لازم تتعامل كانك في مصر بالظبط. هتلاقي ناس كتير بتبقى عايزه تقلبك في اي تبس من غير ما نعمل اي حاجه. كونسبت كل سنه وانت طيب يا باشا. من اول ما تنزل المطار وانت بتشتري خط تليفون من الشركات العالميه هتلاقيه عادي جدا بيقول لك فين بقشيش. طبعا زي اي مصري اصيل انت عارف هتقول له فين. اول ما هتنزل هتأجر عربيه، ونصيحتي ليك انك تأجر من شركه اسمها شيزجي. لما تأجر العربيه لازم تصور فيديو للعربيه كلها قبل ما تستلم وتبعته لهم، لان العربيات غالبا بتكون متجرحه. لو حابب تعرف تفاصيل اسالني في الكومنتات مش في الرسائل عشان اعرف ارد عليك. بس ايه عشان فيها تجريحات كتير يعني. نعم. بس عشان فيها تجريحات كتير فابعت لك الفيديو. هون بس هون قاعد. ودي خبطه. تبدأ بقى رحلتك وتتكل على الله وتكتب على الجي بي اس بورصة. استمتع بأحلى مناظر على الطريق. بداية بقى من الكباري اللي هتمشي عليها عشان تطلع من اسطنبول، منظرها رهيب وارتفاعها شاهق جدا. حلوة شاهق دي، ولو انت بتخاف من المرتفعات هيبقى بالنسبة لك منظر مخيف. بعدين هتمشي على طريق كله جبال خضراء ومزارع، تقدر تقف وتاخد على الطريق أحلى صور، وطبعا الجو تحفه. هتوصل بورصه بقى على المغرب او العصر كده على حسب رحله الطيران. هتقعد في فندق اسمه كايهان سيتي، فندق لطيف جدا ومش غالي، وفي باركنج للعربيه اللي انت اجرتها وببلاش، ولازق في وسط البلد وفي المنطقه السياحيه. تريح شويه بقى وتنزل على الشارع اللي في ظهر الفندق على طول، مش هتروح في حته بعيده يعني. هتلاقي في حوالي 5 مليون مطعم كلهم بيعملوا اكله واحده اللي هي دي، كفته شبه البرجر ومعاها صلصه مسبكه وصوص شبه الزبادي وفلفل حراق. قول بسم الله الرحمن الرحيم واظرف حته كفته بالصلصه وعوصها في الصوص، حاجه كده طعمها ما اقولكش تحفه. تاني يوم هتصحى على احلى منظر جبال خضراء والمدينه القديمه. انزل على طول وما تكسلش، وانزل من غير العربيه وتمشى لحد البازار اللي لازق في الفندق، ونقي اي محل هناك واقعد افطر فيه واطلب اي حاجه. كل الاكل طعمه حلو، مهم انك تشرب فنجان قهوه تركي اوعدك انك مش هتشرب زيه في حياتك كلها. قوم لفلف بقى واشتري فواكه وخضار طعمها كمان يهوي. شكلها بلاستيك من كتر ما هي حلوه صح؟ بص فلفل. بعد ما تلفف لك لفتين شويه اطلع على ميديتشي احمد واطلب بقى الاختراع ده اللي هو بلح بحر محشي رز بتوابل. الو شاهدوا هذا؟ إنه ليس إنسانا عاديا، إنه من فصيلة البغال، لا يتوقف عن الأكل ويأكل أي شيء يقع أمامه. خلص بقى واطلع اعمل تشيك اوت وامسك الطريق على ازمير. اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. تاني هقول لك الطريق اللي انت داخل عليه طريق يهوس جدا، مليان خضره وطواحين هوا ومناظر طبيعيه زي اللي بنشوفها على الديسكتوب كده. اقف وتصور كتير على الطريق ده، ومنظر الغروب سحر بجد، رغم اني بخاف منه مش عارف ليه يعني. لو حد بيخاف من الغروب وقلبه بيتقبض زي يا ريت يكتب لي في الكومنتات لان الموضوع ده غريب جدا. هتوصل ازمير على بالليل كده هتلاقيها مدينه شبه اسكندريه بالظبط بس على مودرن شويه. يعني هات اسكندريه ودبي اضربوها في الخلاط هتطلع لك ازمير بالظبط. انا شخصيا ما حبيتهاش قوي لان هي زحمه جدا وانا ما بحبش الزحمه. حاول تحجز فندق على الكورنيش لان المدينه زحمه جدا والسواقه فيها ناس مش بتتفاهم. اطلع ارتاح بقى وانزل روح على مطعم اسمه فيش اند ستيك هاوس واطلب ستيك لو انت لحمجي، من احلى الاستكساكسات اللي ممكن تاكلها في حياتك. اسعاره مش رخيصه وبرده مش غالي قوي. لازم تطلب الشيء العجيب ده واسمه محمره.
واطلع بعد كده اهضم وتمشى على البحر. الهواء حرفيا يرد الروح، حاجه كده شبه السحر. لو انت بتتفرج او انت بتتفرجي على افلام تركي هتعيشي بالظبط نفس المود اللي انتوا بتشوفوه في الافلام. تاني يوم الصبح بقى انزل روح على ميدان كوناك، وخلي بالك عشان لما تيجي تركن هياخدوا منك مفاتيح العربيه. وبرضه لو عايز تسال عن فكره انك تسيب العربيه هناك بالمفاتيح قول لي في الكومنتات وانا هرد عليك. الميدان حلو جدا على البحر، مليان عصافير، ممكن تاكلهم وتتصور معاهم. افطر في الميدان وبعدين اتمشى في السوق واعمل احلى شوبينج، هدوم وجزم وشنط وكل حاجه ارخص من مصر. ولازم تفاصل جدا زيك كانك في العتبه بالظبط. وممكن لو انت بتحب الاثار كده تطلع على متحف ازمير او تروح تطلع الاسانسير المشهور ده، بس بصراحه احنا ما كناش مهتمين يعني، كنا عايزين شوبينج ونتجه بقى على المحطه اللي بعد كده، مرمريس. الطريق لمرمريس لوحده تجربة مختلفة 180 درجة. هتمشي في جبال ومناظر خلابة بمعنى الكلمة، وفجأة هتشوف مناظر من كتر ما هي حلوة هتحس انها مش حقيقية اصلا. وسط الجبال فجأة هتلاقي البحر، جبال ومنحنيات زي اللي بيطلعوا في اعلانات العربيات كده، وطبعا شكل السماء والسحاب والجو نفسه يرد الروح. في مرمريس هتنزل في فندق اسمه كاركيتشي، طبعا في باركنج للعربيه ببلاش، وبينه وبين الممشى الرئيسي تقريبا 5 دقايق بالعربيه. هتلاقي قدامك سوبر ماركت فيه كل حاجه، والسوبر ماركت نفسه على البحر. انزل بقى خد لك تمشيه في المنطقه واطلع على البحر واستمتع بكل حاجه. ولو انت من هواة التخييم ومأجر عربية كبيرة شوية او حتى مش مأجر عربية عايز تخيم هناك، ممكن تفرد خيمة وتخيم هناك جنب السوبر ماركت، لان في جنب السوبر ماركت ارض فاضية هم عاملينها اصلا للتخييم، مش على البحر، انت تبقى في البحر تقريبا. ولو مش عايز احجز في الاوتيل اللي انا قلت لك عليه او اي اوتيل في الصف نفسه، في اوتيلات كتير جدا. بس تخيل انك هتنام وتصحى على المنظر ده. وطبعا لازم تنزل تعوم في البحر هناك لانه جميل جدا جدا جدا. تاني يوم بقى لازم تخلع من الهدوء ده، خصوصا لو انت بتزهق يعني، وتقدر في نفس المدينه تطلع على فندق تاني اسمه سانسيت بوتيك مرمريس، على البحر دايركت في وسط الممشى السياحي. انا مش هقول لك غير ان ده المنظر من الريسبشن بتاع الاوتيل، وده المنظر من القعده اللي على السطح بتاعه الريسبشن بتاع الاوتيل. وطبعا ممكن تطلع تقعد في المكان ده بلا اي هدف كده، او لهدف اسمى تفسي دماغك. مدينة مرمريس هي مدينة قايمة على أنشطة البحر، طبعا زي أي مدينة مليانة شوبينج وشوبينج حلو كمان. فانزل بقى مية أو اشتري حاجات، بس المهم أول ما تلاقي هذا المخلوق العجيب الذي يشبه البطيخ اشرب واحد، هتدوق أحلى عصير ممكن تدوقه في حياتك. أنا بصراحة مش عارف إيه اسمه ده، لو حد يعرف يكتب لنا في الكومنتات أفادكم الله. تالت يوم بقى اتكل على الله وكفايه كده على مرمريس، لان اساسا اسمها صعب جدا انا مش عارف انطقه. واطلع بقى على جنه ربنا في الارض، فتحيه او زي ما بيقولوا عليها فتيه يعني، بس احنا مصرناها. واحده من احلى المدن اللي زرتها في حياتي. برضو الطريق مش منطقي، بس خلي بالك لان في مدن وناس بتعدي الشارع فما تتهورش وتجري. هتوصل فتحيه وهتنزل في اوتيل اسمه ميد بوينت سويتس في منطقه اسمها اولودينيز، وكالعاده باركنج العربيه ببلاش. الفندق ده حاجه عظمه العظمه، هو نظام شقق فندقيه فمش هيكون فيه تنظيف واكل كل يوم، وده ميزه لان مش منطقي تسافر وتاكل في الفندق كل يوم، الا لو انت من انصار الاوبن بوفيه وتعبي في كيسه سمراء، فاساسا الفيديو ده مش ليك، فروح اتفرج في حته ثانيه. احنا كنا حاجزين اوضه عاديه، بس الراجل عمل لنا ابجريد ببلاش لغرفه وصاله لا تقل عن اي فندق 5 نجوم ابدا. ده غير ان عندك كارفور في العماره نفسها، وهو اصلا في منطقه حواليك كل حاجه بمعنى الكلمه، وكله مسافه مشي. فندق حلو جدا جدا جدا.
انزل اضرب اي فطار من كارفور في السريع، كرواسونايه، شيبسيايه، اي حاجه، واطلع على شاطئ اسمه بلو لاجون، جنه. وخلي بالك لازم تشتري جزم من البحر، ما تعملش زي، لان انا ما كنتش اعرف والزلط شلوحني. الميه شفافه جدا جدا جدا، والجو تكييف رباني ونظافه جدا جدا جدا. ولو انت من بتوع المغامرات، اولودينيز مشهوره بالناس اللي بتنط من فوق الجبل بالباراشوت، بس طبعا بما اني بخاف ابص من بلكونه الدور الرابع، فالشيء ده كان بالنسبه لي مستحيل. اساسا فكره ان اركب تلفريك للمسافه المرعبه دي اللي هو قبل ما تنط دي كانت مرفوضه بالنسبه لي. اكلت السمك فين؟ اطلع على سوق السمك، سمك طازه وتحفه وجميل، وبتنقي السمك اللي انت عايزه وتروح تديه لاي محل من المحلات اللي موجوده يعمله لك وتقعد تاكل، وطبعا بياخد منك ثمن التسويه والخدمه. في اسماك كتير مش عندنا في مصر، فانا قلت خليني في الامان وظرفت واحد دنيس وشويه جمبري من اللي بمليون جنيه في مصر ده ورز بشعريه، وفعلا اكله تستاهل. السمك مفيش طازه اكتر منه. روح بقى نام وكفايه كده على اليوم، لانك اكيد هتبقى خلصت طاقه، والسمك بيقلب عامه الا لو انت متجوز، فبعد السمك انت عارف طبعا. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم. تاني يوم الصبح هتطلع على مزرعه حصنه تفطر هناك. ايوه اسمها حصنه، عندي اللوكيشن بتاعها لو عايز تعرفها قول لي في الكومنتات وانا هبعته لك برايفت. هتفطر احلى فطار تركي مع العيش اللي يهبل بتاعهم، طازه برضه وسخن، وطبعا كوبايه الشاي اللي بتحبس بيها عظيمه. بعديها تقدر تطلع على الممشى مثلا تاخد لك راوندايه، وكل ما تلاقي الراجل بتاع عصير اضرب رمان، ما تراجعش ورايا، طعمه حلو جدا وهيديك طاقه تكمل. تقدر بعديها تطلع على اي شاطئ تاني، هسيب لك برده شويه اقتراحات في الكومنتات. احنا فضلنا ان احنا نطلع نتمشى في السوق ونشتري شويه حاجات، في نفس الوقت نضرب كنافه من محل اسمه كنافه اهان، غالبا دي احسن كنافه اكلتها في حياتي بعد كنافه امي طبعا عشان هي اكيد بتتفرج على الحلقه. وبعدين ضربنا ايس كريم من المحل اللي جنبه على طول، صراحه ما عجبنيش، اصلا انا مش بحب الايس كريم التركي لانه عامل زي اللبان كده، مش بيدوب زي بتاعنا، غالبا لانه مش مغشوش. وبالليل بقى قضيها زي ما انت عايز، انزل اتمشى حوالين الفندق، في اجواء حلوه جدا، وفي كافيهات وفي نايت لايف لطيف لو ليك فيه. انا عن نفسي شخص نهاري جدا، يعني مورنينج بيرسون. رابع يوم بقى هو يوم فعليا بكل السفريه، يعني لو انا هسافر عشان اقضي اليوم ده بس وارجع كنت هتبسط برضه. هتطلع على بلو لاجون في احلى رحله بحريه ممكن تعملها في حياتك، ولو عايز رقم الراجل ابعت لي في الكومنتات وانا هبعت لك في المسجات. هتطلع على مركب لطيف ظريف، وعلى فكره نصيحه ما تطلعش في المراكب الكبيره قوي دي لانها مش حلوه. الميه لونها سحر مش طبيعي، شفافه جدا وفيروزيه لدرجه انك شايف السمك وانت على المركب من غير ما تنزل. جو جميل جدا، واحلى حاجه ان كل واحد في حاله وطالع يتبسط وبس، وفي جبال خضراء محوطاك من كل حته في وسط الميه. منظر اقرب لتايلاند وماليزيا والدول دي، بس هنا عن تجربه الجو احسن بكتير جدا. وانت في الرحله اللي من الصبح لحد بعد العصر كده تقريبا بيجي لك ناس كتير جدا لحد المركب، عشان لو مثلا عايز تلهو في الميه زي البتاعه دي مثلا. بس طبعا لازم تبقى عارف ان انت لو عندك ديسك ما تجربهاش، ولو ما عندكش ديسك ما تجربهاش برضه عشان هي هتجيب لك الديسك. انت استمتع من غير ما تركبها، انت بقى قضيها شقلبه في الميه ونط من المركب. هما بيبقوا عاملين مكان تنط فيه من على المركب، ولو انت جامد زحليقه اطلع نط من فوق الجبل زي الواد ده. المركب بيبقى فيه كذا وقفه، في وقفه من الوقفات هيعملوا لك اكل طعمه حلو قوي بس ملوش علاقه ببعض، يعني كل حاجه حلوه بس لوحدها. يعني انا مثلا حطوا لي مكرونه سباكيتي وبرجر وبصله مشويه وسمكه بوري وسلطه فاصوليا وفرنش فرايز، ليه مش عارف. All morning coming. Meatballs, chicken, fish, onion. ثانك يو سو ماتش. من ضمن الوقفات بيكون في اماكن تاريخيه تقدر تروح تتفرج عليها، بس بصراحه انا ما كنتش عايز افوت البحر وجماله، فقعدت انط من فوق المركب حيث متعه الحياه. خلص بقى الرحله دي وارجع على الفندق نام لحد تاني يوم. او لو انت من الناس اللي نطت من فوق الجبل فانت اكيد جامد زحليقه، فعندك طاقه انك تعمل اي حاجه تانية بعد الرحله. ايه هي معرفش، ما تسالنيش لان انت اكيد اجمد مني، فمش تاخد مني انا نصيحه، انت اعلى من النصيحه. بنيجي بقى لليوم الاخير والسفريه بتقلب حزن. قررنا نفطر في مطعم على الممشى في المنظر الرهيب ده، فطار تركي من اللي هو بيكون فيه كل حاجه، طعمه حلو جدا خصوصا البتاعه دي. اسمع كده القرمشه.
بيض وعسل ابيض وعسل اسود وزبادي وزيتون اخضر وزيتون اسود لو مش بتحب اللون الاخضر، وسلطه وشيبسي ونوتيلا ومخبوزات ومكسرات وترابيزات بلياردو وبنج. افطر بقى واستمتع بالمنظر ده، وبعدين اطلع على السوق اشتري لك كام حاجه ناقصينك، وخصوصا البنات اللي لسه ما اتجوزوش وبيجهزوا حتى لو متجوزين. في محل اسمه امسان قريب جدا من الممشى بيبيع حاجه المطبخ واسعاره حلوه جدا جدا والكواليتي تحفه. المشكله الوحيده اللي هتقابلوها في الوزن وانتوا راجعين. قبل ما اقفل الفيديو عايز اقول لك على حاجه لله كده، لو اتحط قدامك طريق للفلوس الحرام ما تسرقش، لانك مهما جبت عربيات بيجو وكيا وهيونداي واشتريت شقق في الشيخ زايد هيفضل اصلك زي ما هو، مش هتعرف تغيره، وهيفضل ربنا شايلها لك وهتترد لك عاجلا ام اجلا. ودلوقتي لحظه الحقيقه، مضطر ترجع على مطار اسطنبول، فهتسوق تقريبا 850 كيلو دايركت. ما هي برضه غلطتك في الاول، حد يأجر عربيه في السفر. يوسف ماي سون I love you. السلام عليكم.